ايه ده؟ الواد فوزي شوف جاب موبايل جديد وسافر المالديف. ايه ده انا الواحد ما عملش اي حاجه في حياته. ايه ده كمان جاب عربيه وبياكل من المحل ده انا عملتش اي حاجه في حياتي بقى. انا زهقت، انا مش عارف اعمل ايه. لو حسيت كده قبل كده فانت مش لوحدك. ايه المشكله؟ السوشيال ميديا دي بقت زي المرايه بالظبط، بس خلي بالك مرايه مش حقيقيه، مرايه بتوريك اللقطه الحلوه، اللحظه المرتبه، الضحكه المفلتره، النجاح اللي اتصور بس مش اللي اتعب فيه. والناس خلي بالك مش بتكذب، بس مش بتقول كل حاجه. ومشكلتنا ان احنا بنقارن حياتنا كلها بلقطه واحده بس شفناها على السوشيال ميديا من حياه حد تاني. اول حاجه هتخلي ثقتك بنفسك تضعف، وثانيا هتخليك تحس ان انت متاخر ومش ناجح وفاشل، فايتك كتير. وكمان بتحول الامتنان لنقص والراحه لكسل. والمصيبه بقى انك مش واخد بالك اصلا، وفاكر ان الاحباط ده والكسل ده جاي بسببك انت. بس بالعكس، ده جاي بسبب المقارنات بينك وبين حد تاني ايا كان. الواقع المخفي اللي بتشوفه على السوشيال ميديا مش الحياة كلها. ممكن يكون اللي سافر ده سافر بالدين، ممكن تكون البنت اللي بتضحك دي او الولد اللي بيضحك ده بيعيط بالليل، ممكن الصورة اللي شدت انتباهك دي اتصورت 30 مرة علشان تطلع بالشكل ده. فالحياة مش مسابقة مين يعيش أحلى، مين يعيش أكتر، مين يعيش أحسن. الحياة هي تجربة، وكل واحد فينا بيعيشها على طريقته وبيعيشها باللي يناسبه. نقطة التغيير، أول حاجة نبطل نبص على حد أو على الناس اللي على السوشيال ميديا طول الوقت. ما تشغلش نفسك بيهم، وخلي بالك اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده من الناس ده مجرد إعلان، مش فيلم وثائقي. فأنت عايز تقارن نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك امبارح، لأن انت امبارح هي ظروفك بتاعت النهاردة، بس يا اتحسنت للأحسن يا إما ساءت للأسوأ. كل مرة بتقفل فيها السوشيال ميديا وانت مرتاح فدي علامة حلوة جدا انك انت ابتديت تفهم وابتديت ترجع لحقيقتك. النجاح ده مش صورة، والراحة مش في عدد اللايكس، والسعادة عمرها ما كانت حاجة تتقاس بالمتابعة. طب ما في ياما ناس متابعها ملايين وهم أقل ما يقال عنهم إن هم لا يفقهوا شيء. فعيش على قدك، ما تتعبش نفسك بالمقارنات، لأن أنت مش ناقص، أنت بس مش محتاج تقارن نفسك بحد. في النهاية قولولي في الكومنتات، حسيتوا قبل كده إن أنتوا بتقارنوا نفسكم بناس على السوشيال ميديا؟ هل ده حصل معاكم قبل كده ولا لأ؟ وقولولي من اللي منكم عرف يتخطى المقارنات عرفتوا تتخطوها ازاي. في النهاية ما تنسوش اللايك وما تنسوش تشيروا الفيديو ده مع أصحابكم، واشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.